بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمد ابو فريخه ومرشح لمنصب عضو المجلس الاداري من قيمه الاستاذ فجري. برحب حضرتك على موقع النورتوين. اهلا وسهلا. اجواء حضرتك الانتخابيه السنه دي شرسه ام هادئه؟ والله ما فيش انتخابات مش شرسه، يعني الانتخابات كلها شرسه. يعني طالما قررت ان انت تخش الانتخابات فانت لازم تعتبر المعركه شرسه، وهي مش معركه قوي. احنا المفروض ان احنا ناس نازلين نخدم اعضاء النادي، المفروض ان احنا نازلين انتخابات بنقول للناس احنا شوفوا مين اللي ممكن يمثلكم عشان يقوم بخدمتكم بس. يعني والناس تختار، الناس هتختار رئيس واحد من ضمن 4 أو 5 نازلين، وهيختاروا 6 أعضاء من ضمن حوالي 25 برضه واحد. واللي مش هيختير ده مش معناه ان هو راجل وحش، لا بالعكس. المفروض ان اعضاء النادي يقول لهم احنا مش فاكرين، احنا اخترنا رئيس و6 بس، وانتوا كتر خيركم. اعضاء جمعيه عموميه برضه تقدروا تشاركوا في النادي، تقدروا تشاركوا في اي عمل مع مجلس اداره. مجلس اداره مش في برج عالي يعني، لا خالص. يعني المفروض مجلس الاداره ده متواجد في وسط الاعضاء والبحث في جنينه النادي. حتى لو في اي حد قاعد في مكتب او حد قاعد في غرفه الجماعات او الكلام ده، برضه هيبقى من خلال تسيير امور النادي، لكن المفروض ان وقت فراغه يبقى موجود وسط اعضاء الجمعيه العموميه. الانتخابات شرسه او مش شرسه، فهي انتخابات بتفرز رئيس و6 اعضاء بيمثلوا كل اعضاء الجمعيه العموميه، وبيقوموا بخدمتهم خلال 4 سنين. وبعد 4 سنين الناس بتشوف اذا كانت الناس دي انجزت ولا ما انجزتش. لو انجزت اهلا وسهلا، بيشوفوا مين اللي انجز كمجموعه. لو فيهم واحد مش شايفين ان هو ما كانش موافق او في الدوره دي، يقولوا احنا متشكرين ممكن نجيب واحد مكانك تاني. هي دي الانتخابات. فانا مش شايف فيها شراسه ولا فيها، يعني المفروض ان الانتخابات تبقى يعني وديه اكثر. قد نكون ان احنا كل داخل في خدمه النادي. طبعا طبعا، العمل عام. والعمل العام ده مش داخل اتربح من النادي ولا اخد منصب، لان دي مش مناصب. المفروض دي مش مناصب، ده عمل عام. انا جاي راجل بأدي خدمه عامه في مجتمعي، في بلدي، في ناديه اللي هم اولادي، اول ناس بخاف عليهم جوه النادي. فكل ولاد الاعضاء كلهم زي ولادي بالظبط، انا جاي عشان اخدمهم. فانا مش يعني مش شايف يعني اي داعي لاي حاجه في الانتخابات. الانتخابات ده موضوع المفروض ان احنا 1.5 شهر مثلا من خلال من تاريخ قفل باب الترشيح لغايه تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه. وبعد ما تنتهي 1.5 شهر دولت ما احنا بنرجع لبعض كلنا. لا محتاجة ان احنا نجرح في بعض، ولا محتاجة ان احنا نعمل اي حاجة. يعني موضوع هيخلص ان شاء الله على خير، والناس كلها اخوات واصحاب والكلام ده، ما فيش حاجة يعني. السبب الرئيسي ولا ترشيح حضرتك؟ والله انا السبب الرئيسي لترشيحي، انا كنت عضو مجلس ادارة من سنة 96 ل 2000. 96 نفس السنة. في الدورة اللي كان رئيسها الله يرحمه اللي هو توفيق الفيشاوي، وكان نائب رئيس الاستاذ فايز عريبي، كان امين الصندوق الاستاذ كابتن زولت. وكان الاعضاء اللي موجودة كنا 5، كنت انا ودكتور مجدي الحسناوي ربنا يشفيه، والاستاذ سامي فودة، الاستاذ احمد ثروت، وكان معانا المهندس حسام الدولي. وكان في تحت السن كان معانا 2 برضه، كان كابتن اسلام عبد القادر واستاذ شريف الطرافي. كان مجلس جميل جدا، وعملنا فيه شغل كويس قوي في النادي. يعني من اهم الاعمال اللي اتعملت في النادي ده واللي انا شاركت فيها بجد، وكنت يعني حاجتين 2 كانوا مهمين جدا شاركت فيهم، وكان يعني كنت بتمنى ان النادي فعلا ينفذهم، وكان من ضمن برنامج الانتخابي برنامج تحفيظ القرآن الكريم لأبناء الأعضاء مجانا
والبرنامج ده ما زال شغال من سنة 96 لغاية النهاردة. وانا واحد من الناس اللي ولادي كل سنة بياخدوا جوائز. في رمضان اللي فات 2 ولادي واخدين 500 جنيه هدية من النادي، وانا بره مجلس الاداره. وابني الكبير دلوقتي حاليا في ثانويه عامه كان من اول الناس اللي دخلوا البرنامج ده. واخد بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه اللي انا ساهمت فيها بجد وعملتها على ايدي الاكشاك اللي في النادي. اكشاك المقامه اللي جوه النادي اللي اول ما اتعملت كانت الموتيل، وتم تطويرها بالمنظر الجميل اللي مجلس الاداره الحالي عمله ده. لكن كانت فكره قائمه، بس كانت امكانيات النادي كانت غير دلوقتي. وعملنا الاكشاك دي له هدفين. اولا الهدف الاولاني خدمه العضو وتوفير كل مستلزمات الطفل والولاد والبنات، بدل ما يطلعوا يشتروا حاجتهم من المحلات من بره النادي، الشيبسي والحاجات دي كلها او البطاطس والحاجات دي كلها، توفر لعضو النادي كل حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الحاجات دي بتتأجر للنادي، من حق النادي ان هو يستفيد. حضرتك